هاي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نشوف المكان اللي انا بصور فيه هنضفه هيبقى عامل ازاي عشان يستقبل رمضان نظيف. طبعا نزلت لكم الشقه بتاعتي وهي نظيفه ومتعلقه الزينه وكله تمام. تعالوا بقى نشوف مكان التصوير هيحصل فيه ايه. وطبعا هنا كنا جايبين فراشات رمضان وهنفرشها. شايفين الارض عامله ازاي، الشيلات حاطينها. نوجا طالعه معايا عايزه تساعدني. المقشات، اللعب. بصوا بصوا كركبه، لا كميه كركبه غير رهيبه. وعايزه اقول لكم كمان ان الحاجه عليها تراب كتير جدا جدا. وكمان انا بقى عايزه ادخلكم كمان تتفرجوا على ازبل حته في الشقه ديت بجد. البلكونه ان انا ما بفتحهاش خالص، فكلها كميه تراب رهيبه. تعالوا اوريكم. انا مش عايزاكم تتخضوا ولا تتصدموا، انا عايزه اقول لكم ان البلكونه حرفيا بالمنظر العفش اللي انتوا شايفينه ده. طب انتي ليه سايباها كده؟ انا مش بخش البلكونه خالص، على طول قافلاها، على طول مش شايفاها. فالنهارده شكلي هتعب قوي ان انا انضف الكميه الرهيبه دي. انا اصلا شكلها خضني. فتعالوا ننضف الكميه الرهيبه من التراب وكده، ونشوف بقى في الاخر ايه اللي هيحصل وهيبقى الشكل حلو ولا لا. بص كميه التراب، تراب تراب تراب، بس تراب. يلا بينا يا جماعه. وهنا بقى يا جماعة نوجا كانت واقفة بتعمل المخدات، وانا طبعا كنت بشتغل في البلكونة، بس قلت اجي اوريها لكم وهي بتعمل المخدات كده، خد لها صورة من ظهرها وهي مش واخدة بالها. ويعني قلت افرجكم على المخدات اللي هي بقى ايه قاعدة تركبها. بس الصراحة كان شكلهم لذيذ جدا. بوجي وطمطم وبوجي وطمطم وعمو مش عارفة اسمه ايه، دياستي. انت بتصورني؟ اغلى من حياتي. فيلا نسيب نوجا بقى ونروح نشوف احنا هنعمل ايه. وهنا بقى انا كنت قاعده اكنس وعايزه انضف اللي في الارض. وطبعا الارض عشان في حاجات كتير فما كانتش عايزه تنضف، فقررت ان انا الم التراب وبعد كده امسح الارض بالميه، يمكن الميه تنضف اللي في الارض. يلا بينا نشوف. وهنا بقى رشيت المية في الأرض كلها عشان تبوظ. وهنا بقى نوجا كانت قاعدة تفرش في الكنب. الصراحة تعبت معايا جدا. وهنا بقى بصوا المية كانت سودا ازاي اللي طالعة من البلكونة. انا مش متوقعة الصراحة ايه اللي انا كنت سايباه ده. بس انا وهنا قاعدة امسح برضو كل حتة اللي مكسورة في البلكونة دي كان شكلها وحش. وطبعا الحتت اللي في البلكونة المنقطة دي عايزه اقول لكم ان ده بياض بياض لازق في السيراميك، فصعب اصلا ان هو ينضف. وهنا بقى كنت برضو لسه بمسح وبحاول انضف البياض اللي في واقع في الارض. ومستحيل مش عايز ينضف معايا يا جماعه، عايز اصلا يتكحت لان الشقه طبعا كانت لسه متبيضه قريب. وهنا الحمد لله كنت خلصت اخيرا وفرشت بقى، حطيت الملاية الستاره، سوري الستاره. وهنا كنت حطيت الستاره بقى، وهنا كنت بنفض حاجتي. وهنا بقى كنت قاعدة بنفض البتاعة اللي المفروض بتنور نور كده وشكلها غريب. المفروض انضف التراب اللي فيها. الصراحة الحاجات اما بتتملي تراب يعني ما بيرضاش يطلع فيها. وانتوا شايفين الايام اللي فاتت كانت كلها تراب. لكن حقيقي البلكونة واللي انتوا شفتوه فيها ده انا ما كنتش بخش البلكونة نهائي، يعني مقفولة ما بفتحهاش خالص حتى لأي حاجة. فعشان كده كانت بالمنظر البشع اللي انتوا شفتوه، وشكل كان فيه حمام بقى وكده. لكن الحاجات دي والله مش عارفه بتتطرب ازاي بالرغم ان انا قافله البلكونه. يعني انا عايزه اعرف التراب بيجي منين وانا قافله البلكونه يا جماعه. يعني حرفيا اللي عارف الموضوع ده يقول لي، يعني عشان بجد ما ببقاش عارفه. يعني المفروض ما يبقاش فيه تراب. انا بقى مش عارفه التراب بيجي منين، وبالرغم ان انا مقفله والبتاعه هتقع ومقفله الدنيا خالص. فاللي يعرف التراب بيجي منين بقى فيا ريت يرد عليا في كومنت ويقول لي التراب بيجي منين. هروح اكمل تنفيض واجي لكم يا جماعه. وهنا بقى انا كنت خلاص خلصت المكان اللي بصور فيه، وقلت افرجكم على الفاينل لوك النهائي. بصوا بقى كده بقت كل حاجة حلوة قوي. بصوا المخدات شكلها لزوز. الدروع بتاعتي تعبي وشقاية اهو، تعبي وشقاية اهو. ده المايك ما لقيتلوش مكان الا هنا، ودي بتاع بتنور ودي بتاع بتنور. بصوا بقى البتاع الجامد ده. استنوا اوريه لكم. بصوا حلو قوي ازاي، جميل في كل ايات القرآن عشان اختم القرآن ان شاء الله في رمضان. حلو قوي ومكتوب عليه اسمي برضو.
وهنا بقى ده الجمدان. اسمي نو، انا بحب اسمي يا جماعه. فهنا بقى قولوا لي ايه رايكم في الاوضه بعد ما خلصت. الصراحه كانت مزبله، فالحمد لله يعني ان احنا عرفنا ننضفها وتبقى بالمنظر الجميل ده. وتعالوا بقى نشوف بره. وهنا بقى الكنبة اللي بره التانية حطيت عليها حاجات رمضان، وبرضو روقت ومسحت الارض وشلت اللعب اللي نوجة كانت حطاها في الارض، والدنيا بقت لزوزة جمولة. طبعا انا معلقت الزينة لاني انا الزينة بتعمل في قولوا معايا، بتعمل في البياض. هتقولي لي مش فرشة الارض، انا بحب الصراحة الارض كده، يعني انا بحب امسحها واسيبها كده، يعني حتى في الشتاء. بس بما اني كده كده بصور ببقى على طول لابسه شبشب في رجلي، فعادي يعني. اوكي، فقولوا لي بقى. طبعا السجاده دي هنفرشها في العيد ان شاء الله، التانية عيد اجيبها وما افرشهاش برضو عشان بحب الارض. فقولوا لي بقى ايه رايكم بعد ما الشقه كانت مزبله بقت فاينل لوك جامد. بس الصراحه انا عاجبني الاوضه دي لاني بهتم بيها اكتر اهتماما يعني. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي بقى انتوا خلصتوا خلاص الشقه بتاعتكم ولا لسه فاضل لكم حاجة؟ انا الحمد لله ما صدقت ان انا خلصت الصراحة. فيلا استنونا بقى في فيديو جديد في رمضان وخلص الكلام. سلام، تصبحوا على خير اصحابي الحلوين.